ما هو الذي ينفع الميت وما هو الشيء الذي يضر الميت. هذه مهم. الأموات انتقلوا من دار اسمها الحياة الدنيا اللي نحن فيها الآن إلى دار برزخية، وهي الحاجز بين الشيئين، بين الدنيا وبين الآخر. والأموات في قبورهم بأمس الحاجة إلى الأحياء، والحاجة هذه لا بد أن تكون شرعية. ما يجوز الإنسان أن يبتدع من عند نفسه، لا بد أن تكون شرعية. وأحيانا الأموات يتضررون ويتأذون ببعض أفعال الأحياء، ببعض أفعال الأحياء. يعني مثلا أعظم شيء يستفيد وينتفع به الميت ما هو؟ الدعاء. الدعاء. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اقرأ القرآن انتبهوا للدعاء، فكان يدعون لآبائهم ويدعون للمؤمنين والمؤمنات. الأمر الثاني الصدقة، وهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة الجارية أو المقطوعة. الجارية مثل بناء مسجد، الوقف، بناء حفر بئر، وقف أرض مقبرة مثلا، وقف أرض لدور الأيتام، طباعة مصاحف مثلا، طباعة كتب السنة، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي مثلا وبقية السنن، كفالة طالب علم. هذه صدقات جارية يبقى الأجر والثواب. صدقة مقطوعة، والله شفت فقير 5 ريالات 5 دراهم عطيتيه وفي قلبك أن هذا ثواب لوالدك، ترجين الثواب لوالدك، هذه من نعم الله عز وجل، وذلك هذا الذي ينتفع به الميت. كذلك صلة الرحم التي لا تصل إلا بهذا الميت. لما الأحياء يصلون الرحم اللي مرتبط بالميت، عمك وعمتك، ومن جهة أمك خالك وخالتك، وهكذا أخوانك وخواتك، هذه أيضا مما يريح الميت في قبره. كذلك إكرام صديق الميت، إكرام صديق الميت، أخوانك يكرمون أصدقاء أبوهم، هذا من البر من الإحسان. كذلك أنت وخواتك تكرمون صديقات الوالدة، وإن شاء الله بعد عمر طويل الوالدة. زين، هذا اللي ينفع الميت. اللي يضر الميت ما هو؟ البكاء عليه بكاء غير طبيعي، لأن البكاء على نوعين: بكاء طبيعي الحزن، النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، بكى على جمع من الصحابة، وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن البكاء المصحوب بالجزع والمصحوب والعياذ بالله باللطم أو شق الجيوب أو لطم الخدود أو نفش الشعر مثل ما يصنع هذا والعياذ بالله محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ما هو البكاء الغير شرعي الغير طبيعي؟ البكاء اللي فيه والعياذ بالله يعني تسخط على القدر، وفيه اعتراض على الله عز وجل. وبعض الناس يقول والله هذا الشباب ليش يا ربي أخذته شباب مثلا، هذا والعياذ بالله اعتراض على الله، هذا دلالة على رقة الدين وضعف الإيمان، هذا دلالة على أنه ليس هناك أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولم يفهم الإنسان أصلا معنى الحياة، ولم يفهم معنى الدنيا والآخر، ولذلك هذا محرم. طيب، إن الميت ليعذب ببكاء، كيف طيب يعذب؟ ما له ذنب، الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال العلماء إذا هو أوصى بأن يبكوا عليه، مثل ما كان في الجاهلية يقولون يعني إذا متنا أقيموا علينا يعني أتوا بالنائحة وأقيموا علينا المآتم وشيء واذكرونا، قال يعذب بهذا. أما إذا لم يوصي لكن أهله يبكون عليه بكاء غير طبيعي، قال يعذب يعني يتألم، يلحقه ألم ويتمنى أنه ما يفعلون مثل هذا الفعل.